السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده عاملين معاكم كشري بعد غيبة طويلة كده. حصلت شوية ظروف كده ومواقف والبنات تعبت مني واحنا تعبنا وخدنا دور كده محترم. فعشان كده بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، بس تعالي كده نستعد للعظمة دي، العظمة لله وحده طبعا. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويراضي قلوبكم ويفرحكم جميعا. كان معايا الحمص ده مبيتاه من بالليل في ميه واديته غلوة وطفيت عليه، وهنكمل تاني في الفيديو ده كده بقية الغليان بتاعه وبقية السوا بتاعه. بس من بالليل بتدي له غلوة وتركنيه على جنب. هنا مش هنقدر نعمل اي حاجة ولا نبتدي باي حاجة غير لما نعمل البصل بتاعنا كده، علشان الزيت بتاعه هو اللي هيمشي الدنيا معاه. يعني حبة الزيت اللي انتوا شايفينهم دول هم كتروا في الطاسة، بس هم دول اللي هعمل بيهم بقية الاكل. طبعا البصل بتاعي بقطعه جوليان او شرايح يعني، وبحط معلقة نشا، معلقة واحدة. هو المفروض طبعا يبقى بصل ابيض بس ما فيش بصل ابيض، فحطيت بصل احمر عادي، ما يضرش، الاتنين واحد. طبعا بتتبليه بالنشا زي ما قلت لك، والطاسه تبقى سخنه قوي، وانزلي بالبصل بتاعك هيبقى مقرمش قوي 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 قوي. تمام. في تكات مني كده، انا هعمل كام تكه كده في قلب الكشري، اعمليها بالتفاصيل ديت، الكشري هيطلع منك بجد حكايه. وبعدين يعني ايه، احنا طبعا كلنا بنقضيها وبنمشيها عشان خاطر الاسعار والغلو اللي احنا فيه، فلازم نعمل احسن ما عندنا في الحاجه البسيطه اللي احنا نعملها. انت فاهمين قصدي؟ عايزه يعني عايزه ابسطها لكم. هنا دي الميه بتاعت المكرونه. طبعا بتحطي المكرونه اللي موجوده عندك، انا طبعا ما بعملش كميات كبيره، بعمل كميات بسيطه. طبعا اعملي الكمية اللي تريحك، بس انا حطيت من كل حاجة كده يعتبر ممكن ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو يعني، ويمكن اقل كمان كتير. إيه، هنا نرجع البصل بتاعي خلاص اتحمر بتاعي. انتي طبعا بتطلعيه على مناديل ولا حاجة عشان خاطر ايه، ان كان شارب زيت ولا حاجة طبيعي يبقى شارب زيت، فبتطلعيه على ورقة مناديل كده او ورقة كراسة، اي حاجة موجودة عندك. حتى لو ورق خاص، لو عندك ورق خاص طلعيه على ورق خاص، ورق جرجير. فاهمة الحاجات دي برضو بتشرب الزيت جدا. المهم نرجع نجيب طاسة تاني حلوة كده، برضو هنصفي الزيت بتاعنا اللي احنا بتاع البصل. انا ما حطيتش اي معلقة زيت خارجية غير من الطاسة. حلو الكلام. الله اكبر، الله اعظم يا رب. الله اكبر، لا حول ولا قوة. العيشة بتأذن. هنا يا ست الكل، بجيب الشعرية بتاعتي بالزيت طبعا اللي انا قلت لك عليه بتاع البصل، وبشوح الشعرية بحمرها. في ناس بتسلق الشعرية خارجية، بس انا بحطها مع الرز ومع العدس. تمام. انا هنا حمرتها وكنت غاسله الرز لسه غاسلاه حالا وحطيته على طول، وبرده بفضل ادي تشويحه كده وبدي ايه، تقليبه ويعني ايه، عشان يتشوح. العدس بتاعي ده يا ستي الكل انا بقالي ساعتين حطاه في ميه سخنه. انا بوريكي بصي ان هو كان فيه ميه، والميه بتاعته البني ديت، فاهمه قصدي؟ فانا نقعاه بقاله ساعتين. وفي ناس بتديله غلوه وتشيله وترجع تحطه تاني مع الرز والشعريه. بس على ايه يعني الخطوات الكتير دي؟ لا هي يعني انقعيه ساعتين كده ولا حاجه وابتدي اشتغلي. تعالي بقى للتكايه اللي هتودي الرز والعدس والشعريه في حته تانية. فصين توم انزلي عليهم، حبه كمون وحبه الملح، ودي تقليبه واحده ماجي حلوة قوي 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 كده. انا مش هضيف بقى ولا توم باودر وبصل باودر وبابريكا، في ناس بتحط حاجات كتير كده بس لا. انتي يعني فصين التوم دول مع حبة الكمون مع واحدة المرقة مع حبة الملح، خلاص انتي كده صفرتي الموضوع ده في حتة تانية. واسمعي مني، ويعني انتي هتاكلي كشري عظمة. امانة، امانه بجد. هنا طبعا انا بحب اشوح الحاجه قوي، بحب يعني ايه انا طبعا مش هجيب لك التشويحه كلها، يعني انا بعرفك ان انا بحب اشوح قوي، يعني ممكن اخد 10 دقايق افضل اقلب فيه كده. وابتدي ان انا احط الميه بتاعتي، هحط الميه فوق الرز والحاجه ديت بعقلة صباع. وبتبداي ان انت تدوقي الملح بتاعك، شوفي محتاج ملح مش محتاج ملح، دي حاجه بقى ايه، حته الملح دي بترجع لك انت. وزي ما قلت لك التكات البسيطه اللي انا هعملها دي هتفرق قوي، لان احنا عايزين نطلع الحاجه البسيطه اللي احنا عاملينها الحمد لله رضا ونعمه وراضيين جدا جدا. الف حمد وشكر ليك يا رب، دي ما علينا نعمه. فعايزين نطلعها باحسن ما عندنا عشان عيالنا يحبوها يعني. طبعا منعنا عنهم حاجات كتير في اكلات كتير في اللحوم والحاجات ديت، فبنحاول نعوضها بحاجه تانية، بس عايزين يبقى شكله حلو، طعمه حلو، ريحته حلوه. طبعا الحمص انا كنت وريتك ان انا علقت عليه تاني عشان اكمل بقيه سواه، هو كان ناقص له غلوه واحده بس. انا طبعا كنت مظبطاه من بالليل، اديله غلوتين وقفلت عليه. هرجع تاني اجيب دي الصلصه. في ناس بتعملها بتوم، في ناس بتعملها ببصل، انا عاملها بالاتنين. خدت برضو من الزيت بتاع البصل الاولاني خالص حطيت. وطبعا اول ما البصلايه بتاعتي تدبل كده بنزل ايه بفصين توم. يعني هو الموضوع كله فصين توم، فصين توم في كل حاجه، عشان خاطر في ناس برضو تقولك التوم بيتعب بطني، التوم مش عارف ايه. بس هو الكشري عامه توم،
توم 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 توم. حلو الكلام. انا هنا يا ستي الكل خلاص حطيت معلقه معجون طماطم، كنت ضاربه الطماطم بتاعتي برضو، هحط حبه كمون واحط واحده ماجي. انا نسيت خالص احط هنا خل، انت ممكن تحطي معلقتين خل، معلقتين اتنين بس، يعني حاجه بسيطه وبتظبطي الملح بتاعه. انا حطيت خل بس كان ورا الكاميرا، فانا نسيت خالص ان انا اصور الحته دي، بس قلت لما اجي اعمل الصلصه هقولك ان انا حطيت حبه خل. هنيجي برضو بحبة الزيت اللي هم بتوع البصل بتوع الأولانيين، نحطهم في حلة جديدة. دي الحلة بتاعت المكرونة، مش حلة جديدة ولا حاجة، بس أنا مسكتها شطفتها كده، يعني انتي ممكن ما تشطفهاش عادي، ده مطرح المكرونة، بس أنا عشان خاطر التصوير يعني والشكل العام كده والناس، عشان في ناس بتقف معانا على الواحدة. هنا مسكت المكرونة بتاعتي اللي أنا سلقتها، حطيتها في حبة الزيت دول، طعمها تحفة جدا. طبعا احنا مظبطين الملح في المية فمش هضيف ملح، هضيف حبة فلفل اسود بس، وابتدي ان انا اشوح المكرونة بتاعتي زي ما انت شايفة كده بالظبط. شوحتها بحبة الفلفل. خلصنا برضو للمكرونة خلاص، شوحتها وقفلت عليها. هنخش على ايه يا ربي؟ اكيد هنخش على الشطة. ناقص الشطة والدقة، يعني الحاجات دي برضو بتفرق عشان خاطر بصي. انا كان ممكن اعمل الكشري في حلة واحدة، بس حقيقي ما بيطلعش زي ما بتعملي كده في كذا حلة كده، وتحسي ان انت عاملة ايه، عاملين اكل كده. عارفة انت الاكلة بتاعت يوم الخميس اللي بنقعد نعمل حلل كتير فيها، بتاعت زمان دي، بتاعت الامهات بتاعتنا. فبجد يعني في حله واحده ما حسيتهوش، عملته قبل كده وما رضيتش انزله لاني ما دخلش دماغي بجد. يعني لما بتعملي في كذا حله كده معلش تعالى على نفسك. حبه زيت برضو من اللي احنا محمرين فيهم البصل، ومعلقتين صلصه، يعني كبشه صلصه، مش هتقولي معلقتين، بتمسكي كده بالكبشه كده كبشه صلصه والزيت، وهنحط شويه شطه، دي حسب بصي حسب مزاجك بقى، انت الشطه كتري تقللي دي حاجه ترجع لك انت. بس انا طبعا اللي شايفه الحبه دول ليا انا بس، انا ولا عيالي ولا جوزي بيحبوا ما حدش فيهم بيحب الشطه. إيه خلصنا برضو من الشطه بتاعتي، نيجي بقى للدقه. طبعا ميه سخنه، انت بتبقي غاليه ميه سخنه، بتحطي الميه السخنه دي، انا حطيتها هنا كده عشان خاطر ايه، لما اجي اقلب وكده يعني. برضو فصين توم، هتحطي حبه ملح، هتحطي حبه كمون، هتحطي ليمونه بس، مش هنحط حاجه تاني. بس بجد الدقه من الاخر. وحطيت معلقتين صلصه عشان اكسر اللون بتاعها، يعني انا هنا كده كنت حطيت معلقتين صلصه، وهنا همسك الليمون برضو، هروح اعصر الليمون عليه، واحط كمون، وعايزه تحطي برضو حبه خل حطي حبه خل، عايزه تكتفي بالليمون بس اكتفي بالليمون بس. وادي خلصنا من الدقة. في ناس لو عايزة تعمل العيش، انت ممكن تجيبي العيش تقصيه بالمقص وتحمريه في الزيت وتحطي عليه حبة كمون قبل ما تحطيه في الزيت، حبة كمون وحبة ملح، وبعد كده تحطيه في الزيت وبعد كده تطلعيه. بس يعني ايه، ما حبيتش العيش عشان مش عارفة ما بناكلوش، فما رضيتش اعمله، بس قلت برضو اقولك الطريقة ده لو انت عايزة تعملي عيش. هنا الحمص بتاعي كان خلص، فصين توم برضو، حبة ملح، هاخد برضو كبشة صلصة عليه وبس. ممكن كده يبقى حمص شام واحط له ليمون وخلاص ويبقى خلص. لو حطيت له ليمون هيبقى حمص شام، لكن هنا انا ما حطيتلوش ليمون، انا خليته كده. هنا كده خلاص بقى كده الحمص الشام زي ما قلت كده، ده يبقى حمص شام، تاخدي الحمص بس تحطيه على الكشري وخلاص. هنا الرز بصي بوريكي ان هو مفلفل ازاي، وان هو كده خلاص يعني تمام كده قشطه قوي. البنات بيكلموني فعماله انتبه ليهم وعماله ينسنوني الكلام. المهم كده بوريكي ان الحمص خلاص، وادي الدقه وادي الشطه وادي البصل، وادي المكرونه بتاعتنا المتشوحه والصلصه بتاعتنا، وكده كان خلاص بقى خلص، وكان الموضوع كان عظمه. وادي طبق الكشري في الاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يسعد لكم يا رب جميعا. شكرا، يا رب يكون الفيديو عجبكم.